السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحشتوني. أنا إن شاء الله جاية النهاردة تاني حلقة مع بعض في البرنامج البسيط بتاعنا، إياك نعبده إياك نستعين. أعرفكم نفسي عشان اللي اتفرج على الحلقة أول مرة. أنا دكتور إيمان الهاشمي. أنا مدرسة بيولوجي وساينس، ولكن يعني عرفت الكلام ده في الحلقة الأولى إن أنا جاية أتكلم معاكم في فقرات كده بسيطة، يعني من أخت لإخواتها، من أم لأولادها. النهاردة نكمل الحلقة بتاعت المرة اللي فاتت كلامنا، يعني هنتكلم على تعزيز ربنا لينا بنعمه علينا، وازاي ان ربنا مش ناسينا، وازاي ان ربنا بيهيئنا وبيعززنا كل مدة عشان نبقى جاهزين لرسالتنا اللي هي العبادة وتعمير الأرض. اتكلمنا المرة اللي فاتت على أهم نعمتين اللي هي العقل والقلب. النهاردة جايين نتكلم على تعزيز الله عز وجل لنعمنا اللي هو القلب والعقل، اللي هم أصلا ربنا جعلهم سبب لقوة البشر وسبب ان هم يقدروا على الرسالة اللي ربنا خلقهم عشانها. رمضان من النفحات والتعزيز والتكريم اللي الله عز وجل فعلا بيعززنا بيها. ازاي؟ احنا يميس عارفين شهر رمضان ده شهر ربنا عامله بنعملش حاجة، ان احنا بنصلي بنقرا قرآن ونسبح ونعمل كل افعال خير، صح؟ هو شهر الطاعات، شهر كل حاجة حلوة. بس تعالى بقى النهاردة افهمك هو ازاي نعمة كبيرة، وازاي رمضان ربنا جعله سبب لتقوية شخصيتك وتعزيز نفسك وتعزيز قلبك وتعميرك عشان تبقى جاهز لرسالتك. رمضان سبحان الله عليه العظيم ربنا اداهولنا، هو اصلا ربنا عز وجل كل مدة بيدينا نفحة عشان يقولك ما تنساش انت جيت ليه. اقوى، انسى، لو وقعت قوم اقف تاني. رمضان من اقوى النفحات الله عز وجل كرمنا بيها. ازاي بقى؟ رمضان ليه عامل كبير جدا في تعزيزك الروحاني اللي هي قلبك وصدرك وسلامك النفسي والجسدي والعقلي. ايه ده بجد؟ اه والله. تعالى النهارده بقى نعرف ده ازاي. اولا احنا قلنا ان رمضان شهر انزل فيه القرآن، شهر عتق من النيران. يعني ايه؟ شهر القرآن نزل في شهر رمضان، عشان كده احنا كنا بنقول عليه شهر القرآن، لازم نختم القرآن لو مرة. طيب شهر عتق من النيران، يعني ايه عتق من النيران؟ يعني ربنا في شهر رمضان اللي بيتقبل منه طاعات في رمضان بيكتب اسامي الناس حرم النار على جسدها. طيب ماشي حلو. طيب شهر الذكر، شهر الأعمال الصالحة. طب كل ده ازاي؟ حبيبي القرآن أكبر وأعظم ذكر، والصلاة انت ممكن تبقاش ملتزم طول السنة وتيجي تلتزم في رمضان، سبحان الله عليه العظيم. القرآن ممكن ما تمسكوش وتمسكه في رمضان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله عز وجل بتعمل بيها سلامة الصدر، سلامة النفس، القلب بيهدى بذكر الله. تعال اقول لك ازاي اطمئنان القلوب وسلامة الصدر هي اساس قوة قلبك وصحتك وشخصيتك. ازاي بقى؟ تعال لما اقولك. حضرتك لما بتقرا قرآن بتصلي، انها اكبر انواع الذكر، قرآن والصلاة، وسبحت وعملت طاعات حلوة، ايه اللي بيحصل؟ الذكر ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لسه قايلين. لما قلبك بيبقى هادي بتقدر تفكر، تقدر تاخد قرار، بتبقى عندك طاقة جسدية. أنا هديك مثال عشان ما نطولش على بعض. لما ربنا نادى سيدنا موسى وقال له أنا عايزك تروح لفرعون وتقول له، فرعون عارف بقى مين فرعون ده؟ كان بيقول للقوم بتاعه أنا ربكم الأعلى. كان بيقتل في النساء ويقتل في الأطفال ويقتل في أي حد، وأي حد يقف كده ولا يعترض أمر يقتله، ويرمي أطفال في الزيوت وأسفة يعني، والنساء بتعمل فيهم اغتصاب وحاجات وحشة قوي. ها ربنا عز وجل
قال لي سيدنا موسى روح كلمه بهدوء وقول له ان في رب العزة وهو الرحمن. سيدنا موسى ما قالوش اديني قوة خارقة عشان اقدر احاربه، ده فرعون، ده بيقول انا ربكم الاعلى، ده بيعمل ما قالش كده. قال له ايه في سورة طه؟ قال له ايه؟ قال له ربي اشرح لي صدري. ما قالوش اديني معجزة، رغم ان ربنا اداله معجزة بس هو ما طلبش منه كده. قال له رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اشرح لي صدري يعني ابقى هادي. قلبك لما بيبقى هادي ومش متوتر بتقدر تفكر، بتقدر تتكلم، تقدر، قلبك بيبقى جامد كده. انت لما بتبقى هادي عارف كده بتقولك ايه، انا بتكلم بالعين قوي لاني انا يعني صدري او قلبي او روحي هاديه. قال له رب اشرح لي صدري، خليني هادي، عشان الهدوء بيعمل حكمه، بيعمل اتزان، مفيش توتر مفيش خوف. سبحان الله العظيم. ويسر لي امري، رب اشرح لي صدري ويسر لي امر. انا ممكن ابقى هادي ومش متوتر ومش خايف كل حاجه، بس الدنيا متعرقبه، الدنيا مش متيسره. مش انت ساعات بتقول والله الحاجه دي ايه باسلوبنا كده رفتها حلوه جدا متيسره قوي، وحاجه تانية انا خدت بكل الاسباب وعملتها بفكر كويس ومن غير توتر كل حاجه، وكانت كانت متعصبه كده ومشيت بالعافيه. طيب ويسر لي امري، هو لما طلب من الله عز وجل يسر له امره لانه قلبه هادي وعنده يقين بالله عز وجل. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وارزقني بالحكمة في القول. طيب كل ده ناتج من اول طلب، رب اشرح لي صدري، خليني هادي، عشان الهدوء بيعمل اتزان، بيعمل ثبات انفعالي، بيعمل حكمة في القول والفعل، ما يتهزش بسهولة. ما فيش كلمة تتقلي فتهز، فيش كلمة تتقلي فتوتر فخاف أبدا. كلا إن معي ربي سيهدين. دي معناه يعني أبدا ربنا هيحلها لي، ربنا واقف جنبي. عشان يوصل للآية دي طلب أول حاجة رب اشرح لي صدري. طيب القلب بقى لما يبقى قوي وهادي، نفس برضو سيدنا موسى لما جه جيش فرعون جه وراه وخلاص قدامه البحر، قال له ايه؟ بس بقى هدوء النفس، خافش. الجيش قال له ايه؟ الناس اللي معاه قال له إنا لمدركون، خلاص احنا ميتين. قال لهم لا، كلا إن معي ربي سيهدين. مستحيل، ربنا معايا هيحلها لي، ربنا معايا يفكها لي. هو لو ما كانش قلبه هادي وقلبه سليم وعنده يقين كان قدر بكل قوة يقول أبدا ربنا يحلها لي، ربنا شق له البحر. انت عايزة تقول ايه؟ عايزة اقول ان سلامة الصدر والقلب القوي بيعمل حاجات حلوة جدا في الكاركترز بتاعتك، في الكاركتر بتاعتك، في شخصيتك. الحاجات دي احنا بنقعد كتير قوي ونسمع فيديوز ونتكلم معرفش مع مين ونسمع ايه عشان نتعلمها، ونقرا كتاب ايه، كله بايه؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر ربنا فين؟ الصلاة اللي هي حصنك الأول، صحي جسدي، سر سعادتك. القرآن، تسبيح، أي حاجة ذكر، وذكر الله أكبر. سبحان الله العظيم. طيب في حاجة كمان، في آية كده بتقول ايه؟ بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فيما معنى الآية عشان لو قلتها غلط، كمان القرآن بيعمل بينك وبين اللي حواليك حجاب. مين بقى اللي حواليا؟ الذين لا يؤمنون بالآخرة. الذين لا يؤمنون بالآخرة ده لفظ عام جدا، شياطين، انس وجن، ناس واحد بيمكر لك، واحد بيحسدك، واحد نفسك صحتك تيجي الارض. قرآن حصن، قوة، شيل كده كبير في جسمك من جوه ومن بره. سبحان الله العظيم. شفت بقى اول نفحة شهر رمضان
شهر أنزل فيه القرآن. سبحان الله. دي أول حاجة في صدرك اللي هي هتظبط جسدك صحيا. كمان بيقولك دليل ان القرآن والذكر والصلاة ليها الذكر عامة، ما الصلاة ذكر، ما انت بتقول الله أكبر وتقرأ الفاتحة وتقرأ سورة تانية وبتسبح، يعني ذكر. سبحان الله عليه العظيم. ده غير ان هي حصن ليك، واحنا هنتكلم في موضوع الصلاة ده في حلقة لوحده. انا بس عايزة اقولك حاجة، الذكر ده ازاي بيديني كمان القوة الجسدية بقى. يعني انا كده فهمت قوة الروحية. ايوه، مش احنا قلنا مرة فاتت لما قلبك يبقى هادي جسمك الطبيعة الجسدية بتبقى قوية؟ طب احنا عندنا دليل. كنت سمعت مرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ده حاجة انا بعملها، لازم اعملها يوميا بفضل الله من ساعة ما عرفتها. حتى لو غفلت بلاقي تأثيرها على جسمي رهيب. الرسول صلى الله عليه وسلم بنته السيدة فاطمة طلبت منه خدام يعني، عشان هما زمان ما كانش عندهم زي التكنولوجي زينا، وكانوا بيطحنوا دقيق بايديهم والكلام ده. فقال لها ايه؟ قبل ما تيجي تنام تقول هي وزوجها سبحان الله 33. مش شرط يعني ميس انا مش متجوز يعني، اكيد يعني هو وصاها ان هي تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله اكبر 34. قال لها افضل من اي خادم. ده معناه ايه؟ ان ذكر ربنا ليه عامل على الصحة الجسدية. وانا مديك شهر ما بتعملش فيه حاجة، انك انت بتقرأ قرآن وبتصلي وبتسبح وبتذكر ربنا، هيبقى عائد عليك ايه في جسدك؟ بيعالجك، بيقومك، بيقويك، بيقوي في شخصيتك، بيقوي في قلبك. سبحان الله عليه العظيم. ده من الناحية الجسدية. طب من الناحية بقى العقلية، السيستم بتاعك ازاي؟ تعالي. اولا انت لما قلبك يبقى هادي السيستم بتاعك هيبقى هادي، هيقدر يحلل كويس، فيقدر يفكر كويس، فيقدر يدي نتيجة كويسة. طب دي هتيجي ازاي؟ تعالى بقى. الصيام. الصيام ده هيقوي في عقلك وفي شخصيتك وفي جسدك برضه. هو ليه ناحية، يعني احنا بقى كبيولوجيست ليه ناحية صحية رهيبة يعني، وبيساعد على حرق الدهون، وبيساعد على علاج مرضى السكر. سبحان الله عليه العظيم. سبحان الله. نعم ربنا لا تعد ولا تحصى. تعالى بقى من الناحية الشخصية ومن الناحية العقلية. حضرتك الصيام يعني ايه؟ الصيام مش ان انت تمنع اكل وشرب بس، رغم ان الصيام ليه علاقة برضو على تأثيره على القلب. هنتكلم على الحتة بتاعت العقل والسيستم الشخصية، وهنرجع تاني للناحية الجسدية. كله يعني هو سبحان الله العظيم كله بينفذ على بعضه. بس تعالى بس اتكلم عن النقطة دي عشان تفهم ازاي ربنا بيدعمك وبيقويك عشان تبقى جاهز لرسالتك. اوعى تنسى انت جيت ليه. طيب من الناحية العقلية ومن الناحية الايه الشخصية، الصيام معناه ايه؟ مش منع من الاكل والشرب بس. اكل والشرب ده اسمه صيام بطن، ان انا بمنع اكل وشرب. انا ممكن طول النهار لا باكل ولا بشرب وصايمه، صح؟ صيام ان انا بمنع نفسي عن كل حاجه ممكن تغضب ربي، لان احنا اتربينا شهر رمضان ده شهر عظيم بيجي مره واحده في السنه. دليل على كده الجو وارواح الناس غير. يا ميس دول بيتخانقوا لله، لا ده النفوس برضه هنتكلم عليها بس لوحدها. المهم خلينا في النقطة اللي احنا فيها. الصيام ان انا بمنع جوارحي وجسمي ان اعمل اي حاجة تغضب ربنا. طيب واحد صاحبي وانتوا فاهمين بقى وانا فاهمة نرفزني، قال لي ده ما اعرفش ايه، انت هتيجي تدي رد فعل سريع، كرامة واخداك، هتشتم، هتعمل، تفتكر ان انت صايم، تقول اللهم اني صائم وتسكت. ده اسمه ايه ده اسمه ايه يا حبايبي؟ مش قادرة انسى انها تيتشر. ده اسمه ايه؟ ده اسمه ثبات انفعالي. ده اسمه ان انا مسكت نفسي. شفت انت عملت ايه؟ مسكت نفسي ان انا اشتم، مسكت نفسي ان انا ادي رد فعل سريع، مسكت نفسي ان انا ما اغضبش، مسكت نفسي ان انا ما اتكلمش مع ماما بطريقه وحشه عشان انا في رمضان، مسكت نفسي ان انا فاكر ان ربنا عايز مني كل حاجه حلوه، مسكت نفسي. دي الانضباط ده ما بيجيش في يوم وليله،
ده بيجي في شهور. ربنا بيجبرك عليه عشان يقوي شخصيتك، عشان يقوي جسدك، عشان يقوي عقلك وتفكيرك، عشان تكبر ويحززك ويحزز نعمه ليك. سبحان الله عليه العظيم. بيعلمك ترتب أولوياتك. أيوة، أنا نازل النهاردة رايح غير التمثيلات اللي بنتفرج عليها. لو واحد فاهم يعني إيه رمضان وهدفي منه وإزاي أغتنمه صح، مش بكتر الحاجة، بجودة الحاجة، بقلبي. لو أنت عملت كده هيعلمك إعادة ترتيب أولوياتك، هيعلمك تشوف الأهم ثم المهم ثم أقل أهمية. سبحان الله عليه العظيم. طيب، انضباط، ثبات انفعالي. أفكر قبل ما أتكلم. هي دي بتيجي بسهولة. دايما ماما تقول يا ابني فكر قبل ما تتكلم، يا ابني اعقلها، يا ابني اهدى شوية، ادي لنفسك فرصة. كل ده الله عز وجل بيديهولك وبيعلمهولك بالإجبار. سبحان الله، مش ناسيك. يبقى ده بيقوي في شخصيتك. بقى كمان لو خدنا مثلا قصة حد من الأنبياء أو حد من الصحابة، أو قرأنا أي كتاب له علاقة بالشخصيات الدينية أو قصص في القرآن، أنت بتعمل إيه؟ ترتب ده، بتديله داتا، والداتا دي بتعالج وبيلخص بقى كل اللي قريته مع الانضباط مع الثبات، ترتيب الأولويات. ايه ده السيستم عمال يتغير، شخصيتي عمالة تتغير. طب أنا قلبي سليم وبقى هادي، وعقلي ما بقاش بسهولة كده، يعني واحدة بدأ يتعلم الانضباط والتفكير، وإن أحاول أفكر قبل ما أتكلم. تخيل كل ده يعود على إيه؟ وده غير الذكر بيقوي في صحتي، هيعود عليا بشخص سوي، بشخص رحيم هادي، يقدر يحتوي اللي حواليه، يقدر لو في موقف أقدر أفكر وأحلل وأتعامل، أقدر لو في موقف خطر وفي غضب وبتاع أنا فاهم. ما هو في حاجة اسمها الإدراك والوعي. أنا لما بغذي عقلي وبغذي قلبي اللي بيعود على طبيعتي الجسدية من صحة بفضل الله من عليا، ده بيعمل حاجة اسمها وعي. فلما يجي يحصل الموقف عقلي يقولك خلي بالك ده في غضب، اسكت ما تتكلمش، خلي بالك اللي الشخص ده متنرفز، الشخص ده بيتألم، خليك رحيم. شفت سبحان الله. فانت يصعب عليك مثلا تقدر تفكر تتعامل معاه بحكمة، تسيبها بحكمة. قلب رحيم، قلب هادي، عقل بيفكر. اللي انت بقى لما ادركت الموقف ده محتاجني ان انا اقف جنبه، او ده محتاجني ان انا اقول له كلمه كويسه، لا ده قصد ينرفزني، انا لازم انضبط وامسك غضبي واعرف اشوف هتعامل ازاي من غير ما اغضب ربي. ما تنساش رسالتك، وما خلقت الجن والانس الا يعبدون، وتعمير الارض، وان انت خليفه تشيل الشر وتعمر الخير. سبحان الله. طول ما انا معزز بالداتا دي في قلبي وفي عقلي، ساعة الموقف هيحصل ادراك. هيحصل ايه؟ ادراك. شفت رمضان، شفت نفحة الله عز وجل. سبحان الله عليه العظيم. انت عارف اصلا ميس انا بقرأ مش بحس بحاجة، انا بسبح كتير مش بحس بحاجة. طب تعالى ما اقولك، عارف لو جبنا خرطوم مية وجبت باسكت كان جواه فحم كتير، الفحم ده لونه ايه؟ اسود. باسكت مهبب خالص، والباسكت ده مخروم، وانت حاطه الخرطوم ميه فيه، انت بتبصلي تقول ايه ده؟ انت حاطه خرطوم الميه مش بتملى الباسكت، دي بتطلع من الناحيه التانية. ده من وجهه نظرك انت من اللي بره. لو بصيت كمان كام دقيقه تلاقي الباسكت نضف. ايه؟ هتلاقي الباسكت نضف، هتلاقي الباسكت بقى ابيض او لونه الاصلي، كل السواد ده راح فيه. السواد ده قلبك. يعني انا قلبي اسود؟ لا، نقط السودة عدم ذكر ربنا، الريلز، تمثيليات، تفكير، انا عايز ده، بحب ده، بكلم دي، بكلم ده،
طب اجيب ده ازاي؟ طب اخد حقي من دي ازاي؟ اخد حقي من ده ازاي؟ وحوارات وشات. انا بتكلمكوا انتوا، مش بتكلم. انا بحبكوا وخايفه عليكوا قوي. كل ده نقط سودة في قلبك، يعني قلب مهتز. فطبيعي سيستم وعقل وجسد، جسد ضعيف ظاهريا، حتى لو انت قوي جسد ضعيف، وعقل مشتت، وتفكير مشتت، وتوتر وخوف وقلق، وبقيت تحارب. ويجي بقى دور الشيطان ونفسك الشرسة تنسيك اصلا انت مين وجيت ليه. شفت نفحات ربنا. عارف كمان اللي بيقرأ القرآن وبيذكر ربنا كتير بيبقى سعيد. ممكن يبقى في بلاوي الدنيا يقولك والله انا مش حاسس بحاجة، حاسس ان انا هادي. ليه؟ في سورة طه بدأت ازاي؟ انا بحب السورة دي قوي. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. احنا ما نزلناش عليك القرآن عشان تشقى، احنا نزلنا القرآن عشان تبقى سعيد. عكس الشقاء ايه؟ سعادة. خاف على نفسك، حب نفسك. سبحان الله عليه العظيم. ده غير طبعا ان الصيام في ناس بتجوع قوي وبتتعب، تخليني احس بغيري، فبتساعد ان قلبي يبقى رحيم وواعي بغيري، يبقاش انا وبس. لان الانانيه والكبر من صفات الشيطان، ولو ملكوا قلبك هيطردوك من رحمه ربنا زي ما طردوا الشيطان من الجنه. صح، هو مش من الجنه يعني، هو ربنا طرده من السماء، صح ولا لا؟ الشيطان ربنا طرده لانه عصى، قال لا. وده اكبر ممكن حاجه نعملها في نفسنا. طب مين يسمح احنا بنعصي؟ احنا ما بنقولش لا، احنا ضعاف بنقع فعل النفس، فعل الشهوات. كمان خلي بالك الصيام بيخليك تتحكم في شهواتك. ليه؟ لان جوارحك، انا بقى انت قاعدين بقى والشباب بتوع الثانوي، انا ممكن عيني تيجي على حاجه، ممكن اتكلم واقول حاجه، اتفرج على حاجه من قاعد لوحدي، بس انت راقبت ربنا. لا انا صايم، لا دي ايام مفترجه. خلى الله عز وجل بيخليك تتحكم في شهواتك زي السجاير. نفسي تسأل نفسك سؤال. انت بتقعد نهار رمضان كله، الشباب اللي الحمد لله زي عفانا، يا رب يا رب، الشباب اللي ابتلوا بشرب السجاير، انت بتقعد طول النهار ما بتشربش. طيب يعني انت تقدر تتحكم في نفسك وشهواتها، يعني انت تقدر تكمل اليوم من غير ما تشرب سجاير، بس عشان انت معزز هنا انا صايم لحد المغرب، فانت قادر بتقول لنفسك اسكتي، مش هتشتهي، مش هتشربي لحد المغرب. حتى لو هي اشتهت انت عارف بتوقفها عند حدها، تقول لها لا. يعني انت قادر اهو، يعني انت قادر تاخد الدستاش وتاخد القرار، قادر. يعني الصيام ورمضان بيربي فيك كمان تحكم في شهوات النفس، لان النفس شرسه. ربنا في سورة الشمس حلف كتير قوي عشان النفس. في آخر الآية قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه، فيما معنى الآيات. والشمس وضحاها، ربنا يحلف بأي حاجة وإحنا نحلف بالله عز وجل بس. في بداية سورة الشمس كذا قسم، والشمس وضحاها والليل إذا سجاها، لغاية تكملة الآيات. وإيه بقى؟ قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. سبحان الله. طب أزكيها إزاي؟ بالذكر، بالقرآن، بالصلاة، هنتكلم عليها لوحدها، بالاستغفار. خلي بالك على نفسك. انت عارف ان محدش هيحبك اكتر من نفسك، عشان انت بتحب نفسك تبقاش النفسي ثم نفسي ثم الاخرين. لا، تحب نفسك ان انت تخاف عليها، ان انت تفكرها انت جيتي ليه، انت اتخلقتي ليه، تفكرها قد ايه ان الله عز وجل اللي خلقك بيحبك، قد ايه ربنا رحيم، قد ايه ربنا مش سايبك لنفسك. عشان هو لو سابك لنفسك هتوديك بعيد. لا، كل مدة هتلاقي بيرزقك بنفحة من نفحاته زي رمضان كده، عشان يقولك انا موجود. انا مش هسيب نفسك تاخدك في سكة مش حلوة، مش هسيب قلبك تاخدك لشهواتك، مش هتبقى ضعيف. بفضل الله ومنه علينا وبسنده لينا وبلطفه لينا وبيسددنا، انا جنبك كل مدة، انا جنبك، انا بدعمك. كل ده سبحان الله، كل الفوائد اللي احنا قلناها دي من شهر رمضان، شهر الذكر، شهر القرآن.
شهر الطاعات، شهر بيعلمنا يعني نبقى رحمة على بعض، ازاي نساعد بعض، ازاي نحب بعض. ما انت لما قلبك هيبقى هادي ورحيم هتعرف تحب كما يحب الله ويرضى. هتعرف تعزز نفسك وتعزز اللي حواليك، ومش هتنسى انت جيت ليه. اللي معاه رب العباد الله عز وجل الأحد الصمد. الصمد يعني السند، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لطيف، لطيف حنان، الوهاب اللي بيعطيك من نعمه التي لا تعد ولا تحصى. ربنا مش سايبك ويقول لك كل ما تاخدك نفسك كده قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فإن الله يغفر الذنوب جميعا. أنا موجود وهغفر لك وهدعمك، بس لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فيما معنى الآية. خد انت الخطوة وانوي النية، وما تنساش انت مين وجيت ليه، وازاي الله عز وجل بيحبك وبيكرمك وخلقك في أحسن تصوير. خاف على نفسك وحبها، خلي بالك على نفسك، خلي بالك على نفسك. ولما تيجي حاجة تقف قدامك قول كلا إن معي ربي سيهدين. مستحيل ربنا يبقى معايا. اطلب من الكريم كل اللي نفسك فيه. هنتكلم في حلقة تانية عن الدعاء والاستغفار. اطلب كل اللي نفسك فيه. عايزاك تتعامل مش بقدرك مش بعملك احنا ولا حاجة، بقدر الكريم الحنان المنان. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. هي دي، هي دي. تعامل إن ليه رب العباد بيخاف عليا، بيخاف عليا، فهيعمل أي حاجة عشان يمنعني عن أي حاجة ممكن تضرني. هي كل مدة هيدعمني، هيقف جنبي، هيسترني. رمضان من أعظم النعم الله التي لا تعد ولا تحصى، من النعم العظمى من الله عز وجل رزقنا بيها. بعد ده كله بقى لسه مش عارف انت مين يا إنسان وجيت ليه، ولسه مش عارف ربنا بيحبك قد ايه وبيعززك قد ايه وبيقف جنبك قد ايه. لسه الفقرات الجاية هنتكلم اكتر ونقرب اكتر. صدقني انت لوحدك هتلاقي نفسك بتجري وتقول له يا رب خليني يا رب في معيتك، يا رب خليني. ادعي دعاء حاجة حلوة قوي قوي. وما تنساش حياتك كلها في آية واحدة، إياك نعبد وإياك نستعين. خلي بالكم على نفسكم، بحبكم قوي. سلام عليكم.